جماعة، هو عامل الدليفري اللي قدامكم في الصورة ده، هل ده هو اللي بيطلع في الفيديوهات وبيتكلم ان هو اللي حصل معاه الموقف؟ طب لو ما تعرفش، فكان في احد كباتن الدليفري، الراجل ده كان قاعد في جنينة في احد المدن اللي موجودة في القاهرة، يعني كومباوند او مدينة ايا كان. الراجل كان قاعد في الجنينة بتاعة المكان بيفطر، لان الراجل كان صايم. فطلع احد السكان بتوع المكان ده وبدأ يصوره ويقول لك ده اللي احنا وصلنا له، ان العمال بقوا يفطروا في الجناين، ان واحد فارش في الجنينه وبياكل. وكأن يعني الراجل عامل بلوه كبيره، وكأن الراجل عامل مشكله او عامل حاجه مثلا عيب انها تحصل، حاجه ما تشرفهمش لو حد شافها. فالموضوع بدل ما يتحول ان الناس تسانده، عشان هو كان منزل او الست اللي نزلت كان منزل على اساس ان الناس تسانده وتقول له اه ده انت معاك حق وازاي يعملوا كده. اتفاجئ ان الناس كلها واقفه في صف الراجل بتاع الدليفري، لان هو ده الصح. راجل ما عملش حاجه، كان بياكل لا اكتر ولا اقل. والحقيقه لما الفيديو انتشر وبقى ترند، فالراجل قال انا كنت بفطر في المكان علشان كنت صايم وبكسر صيامي. والحقيقه طلع الشخص اللي قدام حضرتك ده قال ان هو العامل اللي حصل معاه كده. لحد كده تمام. فطلع بعدها الاستاذ او المهندس هشام طلعت مصطفى قال ان هو هيصرف مكافأة للراجل ده 100,000 جنيه. والحقيقة طلع الراجل برضو شكره والكلام ده كله. ولكن السؤال هنا، هل الشخص اللي قدام حضرتك ده هو نفس الشخص اللي ظهر في الفيديو؟ لان لما جيت اقارن بين الشخصين لقيت ان في حاجة غلط، حسيت ان الاتنين مختلفين. يعني الشخص اللي طلع في فيديو وقال انا العامل اللي حصل معايا كده، انا كنت بفطر في الجنينة وانا اتصورت، ولكن حاسس ان الشخصين مختلفين. الشخص اللي في الفيديو ملامحه في الوزن اخف شويه، الملامح بتاعت وشه كمان ارفع شويه، الملامح بتاعته حاسس انها مختلفه تماما. دي ملامح ودي ملامح. ولكن هل الشخص ده هو نفس الشخص؟ لان خد بالك، لو شخص طلع قال انا اللي حصل معايا كده وطلع في الاخر مش هو، احنا حاليا في ناس رصدت مكافآت، في ناس طالباه عشان تعينه في اماكن، في ناس بتتكلم معاه ان هي تساعده في امور خاصة في حياته. فعارف، لو حضرتك اللي طلعت وقلت انا اللي حصل معايا كده ومش انت اللي كان حصل معاك الموقف ده، فحضرتك اولا خدت رزق بتاع واحد هو محتاجه، خدت نصيب بتاع واحد هو مش نصيبك، خدت رزق لواحد هو مش رزقك. فخد بالك، لو مش حضرتك اللي حصل معاك الموقف ده، من فضلك اطلع بكل احترام، قول لا ده مش انا كنت طالع بهزر، انا كنت طالع مثلا متضامن معاه. لان لو طلع مش حضرتك وخدت كل الحاجات دي، فللاسف انت كده حضرتك بتعمل مشكلة لنفسك بدون اي وعي ان دي مشكلة. لا، هي دي مشكلة. فاتمنى لو الراجل صاحب الموقف الحقيقي طلع مختلف عن الشخص اللي طلع، يطلع ويقول مش بتهم الشخص ان هو عامل كده، ولكن هل فعلا ده هو ده؟ واتمنى ان يطلع هو ويكون هو فعلا اللي اخد حقه وكل ده. لكن انا حاسس ان الملامح مختلفة. ولكن اتمنى لو حضرتك اللي حصل معاك الموقف، ربنا يرزقك، ربنا يديك الخير كله، ومبروك عليك كل الحاجات اللي ربنا انعم عليك بيها اليومين دول، والمكافآت اللي اترصدت لك. ربنا يا جماعة يعني ما بيقولش ان احنا نيجي على بعض. واحد بياكل في مكان فخلاص، ايه الحكمة انك تصوره وتنزله وتقول اصل بياكل واصل بيعمل؟ فاتمنى ان احنا نتعامل مع بعض برحمة اكتر من كده.